السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، حيث نواصل كشف مخططات الشيعة الروافض. في هذه الحلقة نعرض أمامكم مشاهد صادمة تتعلق بملف خطير، المد الشيعي الإيراني في شمال إفريقيا، وتحديدا في تونس، الدولة التي عرفت تاريخيا باعتدالها ووسطية دينها، لكنها اليوم تستعد لافتتاح أول حسينية شيعية في القارة الإفريقية. فهل نحن أمام تمدد عقائدي إيراني؟ وهل ستستخدم تونس كبوابة لنشر الفكر الرافضي في المنطقة؟ سنشاهد سويا مقاطع حصرية توثق الاستعدادات لهذا الحدث، والذي يصفه البعض بأنه محاولة لاختراق مذهبي منظم ضمن المشروع الإيراني في المنطقة. ابقوا معنا وشاهدوا التفاصيل بأنفسكم. يا حضر ملبس الخدمة واتحزم لابو اليمة. وسينا بعد والله احنا غار حسين ما عزنا وسينا والذنوب هو شفت ذجينا. جيت ارجع تبتدري يا حسين، ما جيت ارجع تبتدري يا حسين، بس جيت اشتكي لك تعانيتك في جيل ولكن بضيت قلت انا اعتيني لك، قلت انا اعتيني لك، وكل ظني اتجي لك الخيام، وكل ظني اتجي لك الخيام، ومن حين على حيلك بس دم ولحم وتراب وعظام، حير شلون اشيلك، حير شلون اشيلك، لقيتها بحال ما يتوصف الحال، لقيتها بحال ما يتوصف الحال، هيجي يصير تالي اريدك بس تفز وتقعد وياي، ما اريد دلالي، ما اريد دلالي، يا ميت وانا من وين ارجع حاجيك، يا ميت وانا من وين ارجع حاجيك، حال الظلم حالي هذا انت الجيبي وخل فوقاك، لا مو شعل بالي، لا مو شعل بالي، يا ميت وانا من وين ارجع حاجيك، يا ميت وانا من وين ارجع حاجيك، حال الظلم حالي هذا انت الجيبي وخل فوقاك، لا مو شعل بالي، لا مو شعل بالي، انا بنياتك عينني عالضيم، انا بنياتك عينني عالضيم، وانت الله يعينك بتتهايا والاكبر موت وارتاح، بس اقطع وينينك، بس اقطع وينينك، جيتك شاردة وانا ادعي يا حسين، جيتك شاردة وانا ادعي يا حسين، بس هذا بحينك وصل حقه، بس ما ادري بالناس كلهم ساحقينك، كلهم ساحقينك. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. النهاردة بإذن الله تعالى يعني هنغير التوجه شوية ما بين سؤال وجواب وإلى آخره، إلى دق ناقوس الخطر في بلدنا الحبيب تونس.
كلنا عارفين التشيع، وكلنا عارفين وجربنا ايه هو التشيع. بيبدأ الأول تشيع سياسي، وبعد كده التشيع ينقلب عقائدي. وفي ناس بتطبل ومش فاهمة حاجة، وفي ناس بتفتكر ان هي كده يعني التطبيع مع ايران ومش عارف ايه والكلام ده كله، بتفكر ان هم كده بيوحدوا سنة وشيعة. لكن هل بالفعل ايران والتشيع يريدونها سنة وشيعة يدا واحدة؟ اللي بيحصل على الارض ما بيقول الكلام ده. لو هم عايزيننا إخوة سنة وشيعة ما كانوش دخلوا البلاد الإسلامية وبيحاولوا يغيروا فيها عقائد الناس، من محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ده لو عايزينها سنة وشيعة. اللي عايزها سنة وشيعة ما يفضلش ينزل لي تحت في إفريقيا، يروح لي أوغندا ولا مالي ولا نيجيريا عشان يعلم الناس بغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكثير منهم أساسا ما يعرفوش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيجرب تجربة ويجربها تاني ويجربها تالت ويجربها رابع، وهي نفس الأدوات ونفس التجربة، وينتظر نتيجة أخرى، فده إنسان غبي. ده إنسان غبي. إلا إن هو يكون حد بيقدم مثلا بلاده نتيجة حاجة معينة، فلوس ممكن. النهاردة هنتكلم في التشيع في تونس. وصلني عدة فيديوهات لبعض محاولات اختراق النسيج التونسي. ما هي بتبدأ بس بان احنا يا جماعة الخير عايزين بس نعمل حسينية، احنا ما بنأذي حد، احنا ما بنتكلم في الصحابة، احنا مش عارف ايه، ده احنا بنحيي ذكرى الحسين رضي الله عنه وارضاه ومش عارف ايه. وشوية يا عم انا بحب الحسين، يبقى ايه اطعن في يزيد، ماشي يا عم. وبعدين ان ننتقل من يزيد اصله معاوية، ماشي يا عم. اصل الفتنة بتاعت عثمان وهل علي بن ابي طالب والقصة الطويلة، ماشي يا عم. نروح نطين على ابي بكر، نطين على عمر، اصل عمر كسر ضلع الزهراء ومش عارف ايه وعمل ايه وخلى ايه والكلام، ماشي يا عم. وبعد كده يا عم نروح فين؟ لابي بكر الصديق، اصل ابو بكر الصديق مش عارف عمل ايه وعمل ايه واخد الارض من فدك ومش عارف عمل اغتصب الخلافه من علي ومش عارف ايه، ماشي يا عم. وبعد كده ندخل الكتب الشيعيه ونقول بتحريف القرآن، ويبتدي بقى الناحية التانية اللي هي سب وطعن ولعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن الكريم.